السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا كلكم بخير. لو انتوا بتشوفيني لأول مرة، اسمي رشا النشاوي ودي قناتي. ان شاء الله نعمل مع بعض النهاردة القراقيش بخطوة واحدة، برضه محشية عجوة. ده بناء عن طلباتكم لما نزلت لكم الفيديو اللي فات. كانت القراقيش السادة برضه في خطوة واحدة كده في الصينية مرة واحدة. وطبعا الطريقة ان هي يكون في صينية واحدة دي او في خطوة واحدة دي طبعا مش طريقتي، لكن الطريقة بقى والتكنيك او ازاي ان انا اوصلها لكم ان هي تكون من غير بس ومن غير عجن. ده الاسلوب بتاعي طبعا، والمقادير برضه بتاعتي. ان انا اقل كمية دهون القراقيش بتطلع دايبه جدا جدا زي ما انتم شايفين. ما شاء الله اللهم بارك، لونها من فوق ومن تحت جميل جدا. العجوه طريه جدا. ان شاء الله اسيب لكم لينك القراقيش الساده في اول تعليق ان شاء الله. هقول لك ان شاء الله سر لونها الذهبي وسر التسويه وكل حاجه. بس يا ريت قبل ما ندخل على الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وشاركي الفيديو عشان يوصل لكل الناس. يلا بينا نسمي الله ونبدا في المقادير. معانا هنا 500 جرام دقيق ضعيف الجلوتين، يعني يكون ملوش عرق. ومعايا 150 جرام ميه، 150 جرام سمنه سايحه ولكن بارده، ومعايا كمان 50 جرام زيت و50 جرام سكر، 10 جرام خميره، 5 جرام بيكنج باودر، ومعانا كمان نص كيلو عجوه زي ما انتم شايفين، عليها معلقه كبيره سمسم ومعلقه كبيره سمنه زي ما انتم شايفين. اول حاجه هنجيب الخميره هنا عشان نشوف نشطه ولا لا، وهنقلب السكر على الخميره فوق الميه وهنسيبها في جنب تتفاعل. وبعد كده هندخل الدقيق وهندخل عليه كمان البيكنج باودر، وحطيت ذره الملح، وهبدا اقلب المقادير الناشفه بالشكل ده. تمام. هنا خلاص كده انا قلبت المقادير الناشفه. شايفين الخميره ما شاء الله مبارك، لقيتها كده مطلعه رغاوه من فوق، يبقى كده خلاص المقادير تفاعلت. الخميره تكون خلاص كده نشطه معاها ومتفاعله. حطيت كل المقادير السايبه على بعض، اللي هي الخميره بالميه بالسكر بكمان الزيت بالسمنه، ويبداوا اخليهم كده يتجانسوا مع بعض في العجان، او طبعا على ايدك مفيش اي مشكله، تقلبهم كويس جدا بالمضرب اليدوي او بايدك مفيش اي مشكله خالص. اهم حاجه لازم تكون المقادير السايله تكون متجانسه مع بعض. وبعد كده هتضيف الدقيق دفعه واحده اللي احنا مقلبين فيه كل المكونات الجافه، يعني المقادير الجافه مع بعض والسائله مع بعض. هنا كنت نسيت احط السمسم، حطيته في التوقيت ده كده بعد ما عجنت. كنت تحطيه في الاول مفيش اي مشكله خالص. الطريقه يا جماعه من غير فرد ومن غير عجن، يا دوب بس بتلمي العجين بايدك مش اكتر من كده زي ما انتم شايفين. يعني ما شاء الله اللهم بارك، حتى من غير ما تتبسي كمان وباقل كميه دهون. زي ما انتم شايفين كميه الدهون معايا 200 جرام، ومع ذلك هتكون دايبه جدا. شايفين تختبرها كده، فردت كده، جبت كوره وفردتها في ايدي لقيتها ناعمه، وشها ناعم، يبقى كده خلاص مظبوطه جدا. بتقطعي كده بايدك لقيتيها كده بتتقطع، يعني مش واخده عرق، تبقى خلاص مظبوطه. هنا بقى كده قسمت العجينه لنصين، حبيت اقسمهم على الميزان مفيش اي مشكله، وسبتهم كده على جنب. وبعد كده جبت العجوه، طبعا عجنت العجوه زي ما قلت لكم بالسمسم وبالسمنه. وجبت كده المفرش السيليكون بتاعي، وجبت كيسين تلاجة وبدات افرد فيها العجوه. لازم انا بقى تجهزي نفسك كده. تمام. ممكن تعملي موضوع العجوه ده تجهزيه قبل ما تعجني خالص على فكره برضو. قبل ما تعجني خالص ممكن تفرديه. تمام. يعني تكوني قبل ما تبداي في الشغل تكوني عجنتي العجوه وتكوني كمان فردتيها. هنا كده هفردها بين كيسين بلاستيك، وكوني عامله حسابك يكون وانت شغاله كده. شايفين انا بظبطها عشان يطلع شكلها مستطيل، تطلع بحجم الصينيه اللي انا هشتغل فيها. هنا بقى عشان اعرف هي لا تيجي زايده ولا تيجي قليله او تيجي ناقصه، هقوم حطها في الصينيه اللي انا هشتغل فيها. شايفين هاخد مقاسها كده اهي، كده طلع مقاسها مظبوط. يا دوب بس تظبطيها كده تظبطها بسيطه جدا، وكده اصبح خلاص القرقيش الاسفل العجوه كده خلاص جاهزه ومفروده معاكي، لان اخدت مقاسها بنفس ما عملت بالظبط في العجوه. هجيب برضو نص من العجين، انا قسمته نصين، وهبدا ان انا اخد كوره منهم وافردهم برضو بين كيسين تلاجة بنفس الطريقه وبنفس التكنيك وبنفس الاسلوب. الطريقه دي سهله جدا يا جماعه. وبعد كده هسحبها كده بكيس التلاجة واشوفها هي في الصينيه يعني حجمها مظبوط ولا لا. برضو وانا بفردها اكون عامله حسابك يكون شكلها مستطيل. تمام. اخدت مقاسها بالشكل ده، وبعد كده خلاص اصبح مقاسها مظبوط، هسيبها في جنب. وبعد كده بقى هتجيب الصينيه اللي انت هتشتغلي فيها. ممكن الطبقه التانيه برضو للعجين تعمليها بنفس الطريقه، تفرديها برضو بين كيسين تلاجة على فكره، ويبقى كده الموضوع معاكي سهل جدا. تقومي حاطه بقى الثلاث طبقات فوق بعض وخلاص. وكده اصبحت القراقيش معاكي يعني خلاص سهله. بس انا هنا فردت معلقه سمنه في الصينيه في صاج مقاسه 30 في 40، وفردت فيه. حطيت السمنه هنا ليه يا جماعه؟ علشان خاطر تمشي معايا العجينه مش اكتر. تمام. وقمت فردت فيها العجين بالشكل ده،
وفردته عشان يكون كله بسمك واحد. زي ما قلت لكم اهم شيء يكون بسمك واحد. انا في الاخر بعد ما فردتها كده بالنشابه او بالعجله مشيت كده بايدي، عشان بايدك هتحسي ان الخليط سمك واحد ولا لا. شايفين بقى؟ جبت خلاص كده العجوه بالكيس التلاجة، نزلتها بكل سهوله. الموضوع سهل وبسيط جدا. زي ما قلت لك ممكن تعملي كل طبقه لوحدها بين كيسين تلاجة، وتقومي حاطه 3 طبقات فوق بعض فوق الصينيه، والموضوع سهل خالص كده. خلاص هبدا افرد عشان فينا جزء كده ما كانش العجوه مكفياه، وبعد كده احط الطبقه الثالثه من فوق، طبقه العجين التانية بالشكل ده، وابدا ان انا افرد. وتظبطي بقى. فردتها بالشكل ده. صراحه هنا سمكها جميل جدا. جبت هنا بقى كده السمسم من غير ما ادهن الوش اي حاجه خالص. فردت هنا، حطيت شويه سمسم. طبعا السمك لو في ناحيه تخينه وناحيه رفيعه، الناحيه الرفيعه هتاخد لون بسرعه وتبقى مش مظبوطه معاكي خالص. فردت هنا السمسم بالشكل ده. وبعد كده عشان اخلي وشها كده مظبوط حطيت كيس التلاجة واتمشى عليها بالخبازه بتاعت الخبيز بالشكل ده. تمام. بعد كده هبدا بقى اقطعها. يعني هقطعها كده من العرض من الناحيه اللي هي ال40. هقطعها زي ما انت عايزه بقى، الحجم زي ما انت عايزه. الصغار تكبري. انا هنا مش حباها تكون قطع كده مستطيله، لا، عايزاها تكون مثلثات. طبعا لو انت وصلت معايا لحد هنا بقى يبقى الفيديو عجبك، فيا ريت ما تبخليش عليا باللايك وتشيري الفيديو لكل اصحابك، ويا ريت تعليق جميل منك علشان يديني طاقه ايجابيه ان انا اكمل ان شاء الله في وصفه قراقيش جديده ان شاء الله، وهتكون ترند هتنزل في الفيديو اللي جاي. لو انتم حابين سيبولي في التعليقات ان شاء الله. الصراحه الريتش واقع جدا يا جماعه، فيا ريت يعني ما تبخلوش على الفيديو باللايك، لان صراحه الوصفه جميله جدا وتستحق صراحه التجربه، والوصفه ناجحه جدا. ان شاء الله اسيب لكم اللينك بتاع القراقيش الساده اللي هي بخطوه واحده في الفيديو اللي فات. ان شاء الله اسيبها في اول تعليق. ونزلت لكم قبل كده القريش على هي شكل هلال، والقرص وساده ومحشيه كل حاجه. ان شاء الله كده هتقلبي هتلاقي كل حاجه موجوده. انا قسمتها مثلثات 7 و8 بالشكل ده. هنا بقى القرقيش هنا يا جماعه ما بتسابش تاخد خمر زي القرص الطريه، بتاخد بس تريح من ربع ساعه لنص ساعه. شايفين شكلها جميل جدا. وبعد كده يعني بتاخد خمر كتير، فالقرقيش بتعيش معاكي وتبقى معضمه مش بتبقى دايبه. تمام. دخلتها على فرن بعد ما قعدت نص ساعه، فرن سابق التسخين على حراره اول 5 دقايق على 200. بعد كده ننزليها على 190 180. بتاخد لون من فوق من تحت، او اخدت من تحت ما اخدتش من فوق بتطفي من تحت لحد ما تاخد اللون الجميل ده، لون ذهبي من فوق ومن تحت. جميله جدا يا جماعه والله. بحطها على الرف اللي في النص طبعا لو الفرن بتاعك فرن البوتاجاز العادي. طبعا اي استفسار عن اي شيء يخص الوصفه سيبولي ان شاء الله في التعليقات، وانا ان شاء الله ارد عليكم. شايفين السمك بتاعها؟ شايفين لونها؟ يعني كلها لون واحد من فوق من تحت. طبعا لازم تديري الصينيه كده كل فتره وهي في الفرن طالعه مثلثه. اللون من جوه مستويه جدا، ومع ذلك بتتقطم بسرعه دايبه، لان طبعا كميه السوائل اللي هي الميه قليله. العجوه طريه جدا زي ما انتم شايفين. طبعا هنا من غير ما اقطعها بعد ما خرجت من الفرن ولا حاجه، يا دوب كده بس بشيلها بايدي بتاعت الشال بكل سهوله. ريحتها جميله جدا. اعملوا الوصفه وتدعي لي ان شاء الله الوصفه ناجحه ومضمونه كمان. شايفين بتتشال يا جماعه سهله ازاي؟ يا دوب بتشيلها كده وبتقطعها. يعني اصحاب المشاريع يقدروا يعملوها في صاج، يضاعفوا المقادير يعملوها في صاج 60 في 40، مش هتاخد معاكم اي وقت خالص. خلاص يا جماعه وصفه النهارده خلاص خلصت. محتاجه رايكم ان شاء الله في التعليقات. وان شاء الله انتظروني في وصفات جايه كتيره. كانت معكم رشا نشاو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.